صباح الخير عليكم. وحشتوني جدا. النهاردة هنتكلم على مشكلة من مشاكل المجتمع اللي للأسف ابتدت تظهر أخيرا، وهي بقت في ازدياد مستمر في ال10 سنين الأخيرة. بس طبعا من سنتين كده ابتدت الوتيرة تعلى، وهي كلمة إن اللي معاه فلوس ابن ناس. يعني إيه اللي معاه فلوس ابن ناس؟ كلمة ابن ناس في حد ذاتها الناس بقت بتتعامل بيها على أساس أنت معاك فلوس، ابن ناس، ساكن في مكان هاي ليفل، انت ابن ناس، راكب عربية ب2-3 مليون جنيه، انت ابن ناس. وابتدت الناس تصنف لو معاك عربية قليلة شوية، ده انت غلبان، يا عيني شحات. ايه الحكاية؟ هو اصل البني ادم في الفلوس اللي بيمتلكها، ولا في اصله ان اهله ناس طيبين متربيين ومربيينه؟ ما هو وارد جدا ان يكون واحد مالتي مليونير او ملياردير حرامي او مش كويس، او جايب فلوسه من طريق غير مشروع. مش كلهم يعني جايبين فلوسهم من طرق مشروعة. يبقى ليه احنا بنصنف الناس على ان اصله فلوسه، مش اصله اخلاقه ولا اخلاق اهله؟ ليه بقينا نصنف كده؟ يعني بقى شيء سيء. يعني حد مثلا على قده، مستوى متوسط او محدود دخل، طب عندك اطيان، طب عندك مش عارف ايه يا جماعة، في ايه؟ هو اصل البني ادم بقى فلوسه؟ كلمة ابن ناس في حد ذاتها معناها ايه؟ معناها اصله طيب، معناها اخلاقه كويسة، اهله اصلهم طيب واخلاقهم كويسة. مش شرط ان هم يكون عندهم فلوس. مصر بقى فيها نوع من الخلط البشع في ال10 سنين الأخيرة، أو بالأصح في ال30 سنة الأخيرة، بس زاد قوي في ال10 سنين الأخيرة. في الخلط بين المستوى المادي والمستوى الاجتماعي، فرق كبير جدا بين الاتنين. المستوى المادي شيء والمستوى الاجتماعي شيء تاني. يا جماعة لو سمحتوا، أصل الإنسان أخلاقه، أصل الإنسان احترامه لنفسه وللناس، أصل الإنسان أساسه الطيب ومنبته الطيب، مش فلوسه. الفلوس مش كل حاجة. في زماننا ده بقت كل حاجة، بس فعلا الفلوس مش كل حاجة، لأن اللي هياخدك علشان فلوسك، أو اللي هياخدك علشان فلوسك، أو اللي هيعرفكوا علشان فلوسكوا، وقت ما هتروح فلوسكوا مش هتبقى موجودة. واللي هيعرفك عشان منصب، وقت ما هيروح المنصب مش هيبقى موجود، مش هيرفع السماعة ويرد عليك. الخلط اللي حاصل في مصر بين المستوى المادي والمستوى الاجتماعي ده دليل على مرض المجتمع ونقصه. انت بتربي ابنك، انت اتربيت طول عمرك في مدارس حكومية، وطلعت الحمد لله وزي الفل وبتشتغل وتمام التمام واتجوزت وخلفت. مودي ابنك مدارس لغات ومدارس أجنبي ومدارس دولية، وطفحان الدم طول السنة عشان تدفع 200-300 ألف جنيه في المدرسة، علشان ما يتقالش إن ابنك متربي في مدارس حكومة. ده إيه ده؟ أمال أنت حضرتك متربي فين؟ ما أنت وارد جدا إنك تكون متربي في أي حتة في مصر. وبقينا نصنف المناطق في مصر، أصل دي منطقة شعبية ودي منطقة عشوائية ودي منطقة في إيه يا جماعة؟ إيه اللي جرى للمجتمع عندنا ده؟ بدل ما تقول لابنك انا اتربيت في مدارس الحكومة وطلع عيني واشتغلت وبربيك، بدل ما تعلمه يطلع يحترمك انك محترم اصلك ومحترم بيئتك، هتلاقيه طالع بيتنطط عليك، وفي لحظة ممكن يقولك ايه يا بابي، ده انت بقينا كمان بنقول بابي ومامي، مش بابا وماما ولا ابويا وامي. بقى عندنا نوع من انواع السفه الاجتماعي، سفه اجتماعي غير طبيعي.
بدل ما تقول لابنك اصل انا عايزك تبقى في مستوى علمي مثلا افضل، او انا عايز، لا 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 لا، انا بربيك في مدارس كذا بكذا في السنة علشان تبقى مش عارف ايه، وشوية اصل انا مش عايزة اخليك تكمل هنا، انا عايزك تتعلم بره. امال حضرتك اتعلمت فين؟ حضرتك والمدام اتعلمتوا فين؟ ما اتعلمتوا في مصر وزيكوا زي اي حد في مصر. ولا دلوقتي خلاص بقت مصر اتقسمت اتنين، رجعنا تاني لعهد الطبقية الملكي السخيف، القصور جاردن سيتي وقصور المش عارف ايه واي حد تاني شبرا دي، لا لا لا، ولا المنيرة ولا السيدة زينب ولا ما كل دي كانت سكن بشوات. ايه يا جماعة؟ اصلك اخلاقك، اصلك احترامك لنفسك واحترامك للناس، اصلك احترامك لبلدك. انما انتوا مطلعين ما شاء الله جيل محترم جدا، يعني جيل ما عندوش اي نوع من انواع الانتماء. تريقوا دلوقتي ان العيال عايزين يعلموهم تحية العلم في الجامعة، طب فيها ايه؟ هم اصلا ما يعرفوش يعني ايه علم، هم يعرفوا اعلام الدول التانية اللي هم بيتعلموا في مدارسها عشان يتمنوا في لحظة يطلعوا لها. انتوا بتعلموش يعني، ما بقيناش نعلم اولادنا اتعلم في مصر واجتهد في مصر عشان تبتكر لمصر، لا، انت بتعلمه يلا خلص علشان اسفرك بره علشان تبتكر وتجتهد وتبقى بني وتبقى سند وظهر لبلد تانية. اللي عايز يسافر ما يسافر، بس ادي بلدك حقها وبعدين امشي. خلاص يا عم ما تديش البلد حقها، بس على الاقل لما تمشي منها تحترمها وما تجيبش سيرتها، لان البلد اللي انت هتروحها دي لا تجرؤ ان هي تجيب سيرة بلدها بالوحش. وما تقنعونيش ان بره في اوروبا فيها ديمقراطية وحريات زي ما احنا بنسمع، لا، مش طول الوقت كده، فيها سلبيات كتير قوي وفيها حاجات كتير جدا هم مش متقدمين فيها. فياريت نبطل نخلط بين المستوى المادي والمستوى الاجتماعي، وياريت نبطل نتبرى من اصلنا ونحترم نفسنا ونكون انسان بمعنى الكلمة. انا مصرة على ان فرق بين بني ادم وانسان. انا شخصيا كمسلمة ما فيش سورة في القرآن اسمها سورة البني ادم، انما في سورة اسمها سورة الانسان، وكلنا بني ادم، بس مين يستحق يكون انسان؟ فياريت نكون كلنا انسان، وانسان محترم لا بيتكبر ولا بيصنف الناس عن طريق شققهم وعربياتهم وفلوسهم واماكن سكنهم وتعليم ولادهم فين بالظبط، ولا الكلام ده كله. نكون انسان محترم، نكون فخورين باللي احنا بنعمله ايا كان، حتى لو كنت قد كده، ايا كان، طالما انت فخور وما بتعملش حاجة غلط وبتجتهد، خليك دايما فخور بنفسك ورافع راسك فوق، واللي اتنطط عليك اديله على دماغه. اشوفكم في الفيديو التاني ان شاء الله. سلام.